هلاو، عندك بيس وتريد تلعب احسن خطة هجومية او دفاعية؟ اول مرة اذا انت تلعب بالجوستيك عيني وعندك هيج لواعيب اسطوريين، راح اعلمك الطريقة شلون تضبط الدفاع مالتك اخويا، وتكون القوة مالتك فوق 3000 عيني. بس اول مرة شرد منك حبيبي، هسه مثلا الدفاع شلون تضبط هذا الدفاع؟ خوش شلون تضبطه؟ تتأكد منه اذا هو بوستر، البوستر اللي هو هذا مطور، هاي وحدة، مو بس بوستر وها هي. تدوس على اللاعب، هسه مثلا هذا فرانكن، ندوس عليه مثلا مثلث، باش راح يطلع لي حبيبي القوة مالته. شوف راح يقول لك السرعة مالته 86 والتسارع 81. باوع افتهم. يقول لك وعي دفاعي 90 قطع الكرة. يعني شوف، وهنايا نجي على الخطوة الأهم. هنايا يقول لك الهجوم، وعي هجومي. إذا يكون ماكو وعي هجومي يكون بعد أحسن، لأن حتى ذا من يجيك خصمك يريد يهدف عليك أخويا، أتحدى ذا يقدر يجي يهدف عليك. نادرا يطب الجول، نادرا. هسه عندك هذا واحد، نجي على هذا الثاني، ندوس مثلث خيارات اللاعب، مثل ما تشوفون السرعة 80 والتسارع 75. وعندك هنا وعي دفاعي باوع، الوعي الدفاعي 95، قطع الكرة 96، والشراسة. هنا يقول لك وعي هجومي باوع، هذا مضبوط. هنا هذا الأحمر يعني 0، يعني هذا ما يتقدم على الأمام. يعني أتحدى يجي خصم مثلا يقابله وجه بوجه وما يفلت الكرة من عنده. هذا دفاعي مضبوط ومطور. وهاي لواعيبي الفطاح له. شوف عيني اويلي يابا، شوف يا حبيبي، شوف الكورة، شوف. يلا من يملك هاي الخطة الحلوة؟ لا تنسونا باللايك والاشتراك، وتعالوا على البث المباشر على اليوتيوب.